طيب احنا هنا ازاي اشترينا استضافة هوستنجر وحصلنا على خصم 20%؟ تم تطبيق خصم إحالة 20%. السعر بدل $124 و32 سنت بقى إجمالي اللي مطلوب مننا $99 و46 سنت. وحصلنا على شهرين إضافي مجانا بزيرو، وحصلنا على اسم دومين مجانا بزيرو. الدومين طبعا بقى سعره $10، احنا حصلنا عليه مجانا بالنسبة لخطة الأسعار دي. تمام، وفرنا حوالي $25. ازاي عملنا الموضوع دوت؟ تمام، ونيجي هنا نفتح الفيديو ونخش عندك هنا على الديسكريبشن. في الديسكريبشن هنا هنلاقي عندنا الروابط بتاعة الخصم. تمام، هنا رابط خصم تحصل على هوستنجر، خصم إضافي. هنا رابط خصم هوستنجر يصل ل88%. لما هندوس عليه هيفتح معانا الصفحة دي. الأسعار اللي موجودة دلوقتي قدامنا ظاهرة دي اللي هي قبل الخصم. تمام، في عندنا هنا 3 خطط اللي هي المميزة وخطة الأعمال وخطة سحابة الشركات الناشئة. تمام، دول طبعا كل واحدة منهم بتشيل 100 دومين. لو انت هتعمل موقع واحد بس مش هتستخدم غيره، ممكن لو طلعت هنا دوست على استضافة ورحت داخل هنا على استضافة مواقع مشتركة، هتلاقي عندك خطة ظهرت اللي هي الخطة الأحادية اللي هي $1.49 قبل الخصم. طبعا كل الأسعار اللي موجودة دي قبل الخصم. تمام، هنا دي اللي هي بتشيل لحد موقع واحد، ده بيشيل 100، ده بيشيل 100، السحابية بتشيل لحد 300. تمام، ده عدد المواقع اللي انت تقدر ترفعه على الاستضافة بتاعتك. فحضرتك لو اشتريت دي مش هينفع تضيف عليها اي دومين تاني، هو دومين واحد بس. تمام، عيب الاستضافة دي ايه؟ ان انت بتشتري موقع واحد ولسه هتشتري الدومين بتاعه. طيب دي سعرها كام؟ $1.49 قبل الخصم. نأكد معانا الخصم لما هندوس هنا على اضف الى السلة، هنلاقي السعر اتغير معانا بقى $1.19، بقى $1.19. تمام، وهنا لما هتيجي في الفاتورة لازم تتأكد هنا ان تم تطبيق خصم إحالة 20%. لو دي مش موجودة هتلاقي السعر اللي عندك هنا $71 ده هتلاقيه هنا $71 مش $57. هنا انت وفرت $14. تمام، ده طبعا من خلال اللينك اللي احنا داخلين من خلاله. لو ما دخلتش من خلال اللينك ده مش هتلاقي الخصم ده موجود عندك اللي هو ال 20% الإضافي، هتلاقي الخصم العادي اللي هو بتاع هوستنجر نفسه. تمام، طيب احنا لو رجعنا تاني باك وجينا على الخطط اللي احنا من المتوقع ان احنا هنشتري منها بعيدا عن الأحادية، لأن الأحادية دي قلنا اللي هيشتريها الموقع واحد واستخداماتها ضعيفة جدا، حتى هم شايلينها من الاختيارات، ولكن كان واجب إن أنا أنبه عليها، لأن أكيد في بعض الناس ممكن إن هو يكون عنده نشاط تجاري واحد أو هيعمل موقع واحد مش هيعمل موقع تاني. تمام، طيب المميزات بتاعت الباقيين دول إيه؟ إن أنت هنا لما هتيجي تعمل أي موقع تاني هتشتري دومين بس وهيتضاف على نفس الاستضافة، فالفلوس دي هتبقى مدفوعة مرة واحدة، وكل موقع جديد هتيجي تعمله هتدفع له تقريبا حوالي $10 في السنة كلها، يعني تقريبا في الشهر حوالي مثلا 92 سنت تقريبا يعني. تمام، طيب احنا هنا لما هنيجي هنا على ممتاز ده ندوس على اضف الى السلة مثلا، او الاكثر شيوعا، او ايا كان الخطة اللي انت حابب تشتريها يعني. تمام، بندوس هنا على اضف السلة هنلاقي السعر اللي هو $2.59 اتغير بقى $2.07. تمام، لما نيجي هنا بقى التركاية الجديدة بالنسبة للناس اللي في مصر أو الناس اللي عندها مشاكل في الدفع إن أنت ينفع تدفع عن طريق فوري. تمام، لازم برضو هنا نتأكد إن تم تطبيق خصم الإحالة 20%، وإن حضرتك بدل ما هتدفع $124 بقى مطلوب منك $99 فقط. لما ندوس هنا الدفع عن طريق فوري هنلاقي هنا البيانات اختفت ومكتوب لك إرسال الدفع الآمن. لما هندوس على إرسال الدفع الآمن طبعا إحنا هنا طبعا أنت لازم تكتب البريد الإلكتروني بتاعك السليم يعني، لأن ده اللي هيتربط بيه الحساب وده اللي هيبقى موجود معاك على طول. تمام، لما ندوس هنا على دفع من خلال فوري إرسال الدفع الآمن هندوس عليها وننتظر التحميل. ده كده بينشئ لنا الفاتورة اللي هو هيديك بالمصري ما يعادل $99.46 مع فروق تحويل العملة مع كل الإضافات اللي موجودة. ده الرقم اللي انت هتروح لفوري تدفع بيه وتبقى اشتريت الاستضافة بتاعتك. تمام، وطبعا بيكون جالك ايميل، يعني انا لو عندي ده ايميل سليم فانا جالي نوتيفيكيشن من هوستنجر ان انا اشتريت الاستضافة دي وان انا فاضل ان انا اكمل عملية الدفع. مجرد ما اكمل عملية الدفع هيجي لك ايميل خلاص ان الاستضافة بتاعتك اشتغلت يعني. تمام، بيجي لك هنا هو تواصل مع الشراء، وان هنا السعر $99 زي ما احنا قلنا مش $24، وان هو شغالة معاك 4 سنين. هي الاربع سنين دول طبعا متضاف ليهم شهرين يعني هيبقوا بدل 48 شهر هيبقوا 50 شهر.
تمام. بعد كده هنا لما بندوس له على إنشاء الفاتورة تاني، أقول لك أهو الرقم المرجعي ورقم القسيمة من هوستنجر أهو. يمكنك استخدام الرقم المرجعي للسداد عن طريق أي من قنوات فوري معلومات الدفع. هيبقوا القيمة كلها تبقى 4000 جنيه، 4574 جنيه تقريبا. يعني معاك أسبوع تقريبا تدفع الفاتورة. تمام. طبعا ما يفضلش إن أنت تأخرها، يعني يفضل إن أنت تدفع خلال يوم أو يومين، ولكن أنت معاك 7 أيام. وهنا لو أنت عايز تحمل الفاتورة أو تطبعها، او بقى انت ممكن تاخدها سكرين شوت ايا كان. تمام. مجرد ما هتدفع خلاص هتلاقي الاستضافه بتاعتك اشتغلت معاك. بالتوفيق ان شاء الله للجميع. ولو في اي استفسارات في خدمتكم، والروابط الخاصة موجوده في وصف الفيديو وفي اول تعليق. بالتوفيق للجميع.